السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم، وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. النهاردة معانا فيديو جديد عن بيع الحمام اللاحم. معانا مجموعة ما شاء الله سلكات دي كلها هنبيعها إن شاء الله. الحمام كله شغال، فيه الأول شغل وفيه اللي شغال قبل كده، لكن يعني للأمانة أكتر حاجة شغالة من سنة اللي مكتوب عليه جديد ده. احنا كنا بعنا الحمام ده وسكننا حمام مكانه كمان جديد أهو، هتلاقينا كاتبين عليه جديد أهو، وهتلاقيني مرقم الارقام كده على السلكه من 1 ل20، يعني معانا 20 قص. في حاجه هنعملها علشان برضو تكون يريح برضو الزبون في الاستلام، وان هو لو حب يسكن الحمام ده في مكانه او في سلكات زي كده يبقى سهل عليه ان هو يسكنه. احنا هنلبس كل قص الدبل دي. انا معايا الدبل دي من 1 مسلسله كده من 1 لحد 100. طبعا احنا هنستخدم منهم من 1 لحد 40. يعني بمعنى ايه؟ ان هو رقم 1 ده هنلبسه دبله رقم 1 و2، رقم 2 هيكون لابس دبله 3 و4 وهكذا لحد ارقام 40. ده عشان افرجك على الحمام من داخل السلاكه قص قص، او انت تختار القص اللي يناسبك. بس قبل ما نبدا ارجوك اعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا ان شاء الله. وتعالى على طول نبدا نشوف اول قص. اول قص بالنسبه لنا جديد، ده اول شغل يا جماعه. هنشوف تحته ايه على الطبيعه. معانا اهو القص بسم الله ما شاء الله، تمام. تحته حصى، اول حصى، تمام. عشان تكون عارف اللي هو اول شغله ممكن يحصل ان البيض يكون فارغ مره، لكن ده طبعا كشفنا عليه الحمد لله عمران. ممكن يبيض بيضه واحده، ممكن ما يرقدش. فما تحكمش على شغل القص من اول شغله. انا القص برضو رقم 2 جديد اهو، احنا كاتبين ميعاد الفأس في القص ده معاه ايه. احنا قلنا هيفقس 15/4. ده شكل القص بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. جديد، هيلبس دبل رقم 3 و4. طيب القص رقم 3 زي ما قلت لك مفيش حاجة شغالة من أكتر من سنة، يعني بالكتير سنة. القص أهو بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. تحته حصى، هيفقس يوم 12/5. قرب يعني جدا. قص أهو يا جماعة، شوف حنية الحمام، الذكر والنتاية راقدين في المحضن، راقدين على الحصى مع بعض. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ده القص رقم 3. قص رقم 3 هيلبس دبل 5 و6 اهو ما شاء الله، لا قوة الا بالله. الذكر والنتاية اهو راقد على حصى، هيفقس يوم 18. لا القص رقم 5 هيفقس، ده تقريبا فقس جديد، ده لسه قص جديد. رقم 5 هيلبس دبل 9 و10. ايوه فقس بيضة تحته هي، ولسه البيضة الثانية تقريبا مش عايزين عشان ما يعكسوا، عشان ما يدوس على البيض ولا على الزغاليل. هذا القص بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. صاحب النصيب. رقم 6 القص رقم 6 جديد. نشوف كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده حصة قبل كده، لكن ان هو ما عندوش خبرة اهو. الناس طبعا اللي بتخاف لو ما حدش خد القص ده، القص ده عاجبني، هحتفظ بيه لحد ما يبيض عيش تاني جديد، ونشوف برضه هيعمل ايه. ده لو محدش يعني الناس بتخاف يعني. ده هيكون لابس دبل 11 و12 ان شاء الله. ده القص رقم 7 هنلبسه دبل 13 و14. البيض بتاعه هيفقس يوم 6/5. بسم الله ما شاء الله. القص ما شاء الله لا قوة الا بالله، رايد على حصى ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. هنا القص رقم 8 البيض بتاعه هيفقس يوم 15/5. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك اهو. طبعا الحمام خايف من ضوء الفلاش، حاول نجيبه من هنا. هذا الذكر اللي خايف ده، والنتاية راقدة على الحصى. ده هيلبس دبل رقم 15 و16. يبقى القص رقم 9 ده مش معانا، لان القص ده الباب بتاعه مفتوح، فهو طار مع الحمام الشباب ده. على فكرة يا جماعة الحمام الشباب ده برضه هنبيعه ان شاء الله. اللي عايز الحمام الشباب ده او ان احنا نشغله، لو ما اتباعش برضه هنسكنه مكان الحمام اللي اتباع، هيشتغل على طول زي ما عملنا في الفيديو اللي قبل كده. يعني احنا كنا عاملين فيديو قبل كده في نفس المكان، فضينا السلكات دي، اتباع اللي فيها وسكننا مكانها، او اتباع اللي اتباع وسكننا مكانه يعني. هذا القص رقم 10
البيض بتاعه هيفقس يوم 26/5. ده ما شاء الله اهو راقد على حصى في البداية. شوف الذكر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. تمام كده. رقم 10 ده هيلبس 19 و20 دبل. القص رقم 11 دي النتاية راقدة على حصى، ولا القص على بعضه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب ويرزقه منهم كل خير. القص رقم 12 البيض هيفقس 12/5. ده القص من جوه، ده القص اهوت. بسم الله ما شاء الله، ده القص يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله اهوت، ما شاء الله لا قوه الا بالله. القص ده هيلبس دبل 23 و24. القص رقم 13 هيلبس دبل 25 و26. هنشوف القص كده من جوه ما شاء الله. تحتيه زغاليل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. القص رقم 14 جديد. القص ده بيضة واحدة عشان تكون واضح الصورة، لكن لها سبب. وطبعا كسر البيضة لأن مفيش خبرة. أنا لما لقيت كده بشوف النتاية، مسكت النتاية لقيت عليها 4 ريشات، يعني لسه صغيرة، فده عادي، ده عادي بيحصل. لكن كون إن النتاية تبيض وهي عليها 4 ريشات، وطبعا البيضه باضت ممكن يكون كان عليها 5 ريشات، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الحمايه دي عمرها 3 شهور وباضت، معنى كده ان السلاله دي كويسه، ان دي سلاله بتبيض من بدري، وده اللي نحكم عليه. ده ما يخوفناش ان هم قاموا من على البيضه، لكن ده يعرفنا ان السلاله كويسه. ده انا قصدت ان انا اوري لك المنظر عشان تكون عارف، لان طبعا ما تبصش للنقطه السلبيه بس ان هي باضت بيضه واحده، بص للنقطه الايجابيه. معانا هنا القص رقم 15 البيض ده فقس يوم 28/4. هنشوف يعني معاه زغاليل، هنشوف كده. بسم الله ما شاء الله، ده شكل الحمام. هنشوف الزغاليل بتاعه ما شاء الله لا قوة الا بالله. ادي الزغاليل، يعني نشوف كده عمرها كام. عمرها نقول مثلا مش كتير، يعني نقول اسبوع ولا حاجة. نشوفهم كده مع بعض، الذكر والنتاع مع بعض. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهوت هنلبسه دبل 29 و30. القص ده رقم 15. نشوف القص رقم 16 هيفقس 12/5. نشوف الحمام ما شاء الله الذكر والنتاية. بسم الله ما شاء الله. الحنية اللي هو راقدين الاثنين في وقت واحد، دي الحنية يا جماعة. لو حد منهم قام تلاقي التاني فورا استلم البيض. ما شاء الله لا قوة الا بالله. تحتهم حصى زي ما قلت لك، هيفقس 12/5. هيلبسوا دبل 31 و32. هنا معانا رقم 17 معاه، ده معاه زغاليل، يعتبر زغاليل كبيرة. القص ده قرب يحصي ما شاء الله لا قوة الا بالله. هو هيلبس دبل رقم 33 و34. القص رقم 19 هيلبس دبل رقم 37 و38. البيض بتاعه هيفقس 15/5. نشوف كانوا راقدين طبعا الاثنين مع بعض. نشوف شكل الحمام اهو يا جماعه، الذكر والنتايه. ده حمام شغال قبل كده مش جديد، خلاص. يبقى الذكر والنتايه. نشوف كده، نحاول نشوف النتايه. هذا يا جماعه الحصويتين، وده النتايه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. معانا اخر قص رقم 20 هيفقس بيضه 27/5. البيض الجديد معاه بيض ومعاه زغاليل اهو يا جماعه ما شاء الله. معاه زغاليل، شايف الزغاليل لسه صغيره ازاي؟ هذا الزغاليل لسه ما كملتش الريش، ومعاها البيض الجديد اللي هيفقس 27/5. وده اخر قص معانا، وهيلبس دبل رقم 39 و40. مكاني دمياط القديمه. رقم موبايل 010 63 66 9413. الاماكن المتاحه الشحن فيها مش لاي مكان يا جماعه. الاماكن المتاح ليها الشحن القاهره لموقف عبود او موقف السلام، او الاسكندريه. اسكندريه تمام للموقف برضو، لان احنا بنشحن في عربيات الميكروباص الركاب، عربيات الركاب. بورسعيد، المنصوره، الاسماعيليه، السويس، دول اللي ليهم الشحن سهل بالنسبه لنا، لان لهم مواصلات مباشره. غير كده مفيش مواصلات مباشره من دمياط للمحافظات التانيه. لكن لقينا طريقه بنشحن بيها لمحافظه المنيا،
في عربيات نقل الموبيليا. وما زلنا برضه هنبحث خط الصعيد، بس هيكون في عربيات الموبيليا، لكن الموضوع ده بيكون صعب بالنسبه لي، فانا ما بفضلوش يعني. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.